وحشتوني. معانا سلسلة لسلوكيات واضطرابات الأطفال النفسية والاجتماعية، هناخد منها كل جزء على حدة بالتفصيل عشان كأب أو كأم نقدر نتدارك المواقف مع أطفالنا. موضوعنا النهاردة عن نوبات الغضب عند الأطفال. نوبة الغضب ببساطة هي انفجار مشاعر. الطفل بيبقى مش قادر يتحكم في نفسه، فبيفرغ ويصرخ ويعيط ويرمي أي حاجة معاه على الأرض ويرمي نفسه أو يكسر أي حاجة، وده بيحصل غالبا في سن من سنة لغاية 4 سنين، وده شيء طبيعي جدا في النمو. طب ليه الطفل بيعمل نوبات الغضب دي أصلا؟ خلي بالكوا، الطفل مش بيعمل كده عشان يغيظك، هو بمنتهى البساطة مش عارف يعبر أو مش قادر يتحكم. ومن أهم الأسباب رقم 1 مش عارف يعبر. الطفل جواه مشاعر كبيرة بس لسه ما عندوش كلمات كفاية يقدر يقولها، فبيتحول الإحساس ده لانفجار غضب جواه. يعني بدل ما يقول أنا زعلان بيعيط ويكسر اللي حواليه. رقم 2 صراع الاستقلال. في سن معين الطفل بيبدأ يقول أنا عايز أعمل بنفسي، فلما بتمنعه أو تقوله لأ بيحس إنه هو مقهور ومش متحكم في نفسه ويبدأ يغضب واحدة واحدة. رقم 3 التعب زائد الجوع. دول بالنسبة للطفل كارثة، دول من أخطر الأسباب. لو الطفل مرهق أو جعان أعصابه بتبقى صفر، أي حاجة صغيرة قدامه ساعتها بتبقى نوبة غضب كبيرة جدا. رقم 4 الإحباط. مش عارف يركب لعبة، مش فاهم حاجة، مش قادر يعمل الشيء اللي في دماغه. أي إحباط بيمر بيه بالنسبة له هيسبب انفجار. خامس حاجة جذب الانتباه. بعض الأطفال بيتعلموا إن لما أعيط باخد اللي أنا عاوزه، وساعتها النوبات بتبقى سلوك مكتسب. رقم 6 الضغط الزايد. لو في زحمة، صوت عالي، ناس كتير، الطفل بيبقى اوفر قوي من جواه، فبيفرغ ده في صورة غضب مبالغ فيه. طب هل نوبات الغضب دي طبيعية؟ ايوه طبيعية جدا، ده جزء طبيعي من النمو، ولكن تبقى مقلقة امتى؟ لو استمرت بعد سن 5 سنين، لو فيها اذى لنفسه او لغيره، او لو بتحصل بشكل مبالغ فيه جدا. شكل نوبة الغضب بيبقى عامل ازاي؟ قولنا. عبارة عن صريخ وعياط هستيري، يرمي نفسه على الأرض، يضرب، يعض، يكسر، ممكن كمان يحبس نفسه أو تلاقيه اتشنج وازرق، وكل ده نتيجة فقدان السيطرة التامة منه. طب التحليل النفسي بيقول هنا ايه؟ بيقول ان الطفل في المرحلة دي عنده مشاعر قوية بس مخه لسه مش ناضج كفاية، او جزء اللي جوه مخه المسؤول عن التحكم مش ناضج، يعني حاسس بحاجات كتير جواه بس مش عارف يتحكم، وده طبيعي جدا في نمو المخ. وعنده صراع داخلي، الطفل عايز يكون مستقل، عايز يجرب، عايز يتحكم، بس في نفس الوقت محتاج امان واحترام. التناقض ده بيخليه في حالة من الغضب. ومن الأخطاء اللي الأهل بيقعوا فيها وبتزود المشكلة جدا الاستسلام للنوبة، نديله اللي هو عاوزه عشان يسكت، بيعلمه إن النوبة وسيلة للنجاح وياخد اللي هو عاوزه. رقم 2 العصبية والصريخ. انت بتزعق هو يزعق اكتر، الموضوع بيتحول لصراع قوة. رقم 3 الضرب. الضرب بيزود الغضب وبيكسر الأمان النفسي جوه الطفل. رقم 4 تجاهل المشاعر. انك تتجاهل الطفل كأنه مش موجود، ده بيخليه يحس انه مش مهم بالنسبة لك وشيء فارغ. طب ازاي نتعامل صح مع الطفل في نوبات الغضب بطريقة صحية وعملية؟ رقم 1 اهدى وقت النوبة انت الأول. هو ساير ومتعصب وغضبان وانت هتولع الدنيا، فبالتالي الدنيا هتنتهي بينكم ومفيش حلول. رقم 2 ما تتناقشوش وقت نوبة الطفل مش سامعك، مخه مقفول أصلا. رقم 3 الأمان أولا. لو بيأذي نفسه امسكه بهدوء وحسسه بالأمان وحسسه ان انت مش لوحدك. رقم 4 تجاهل السلوك مش الطفل،
سيبه يهدى، بس خليك قريب منه. بعد ما يهدى سمي مشاعره، قول له انت زعلان عشان كذا وكذا وكذا. ده بيعلمه يفهم نفسه كويس. رقم 6، علمه شيء بديل. بدل ما تضرب قول انا زعلان من كذا وكذا وكذا. رقم 7، قلنا خلينا ثابتين ونفضل ثابتين عليها، قلناها قبل كده، القوانين بتاعت البيت ما تتغيرش. الوقاية أهم من العلاج. طب أعمل إيه عشان أقلل نوبات الطفل اللي عندي؟ خلي فيه روتين ثابت في اليوم، ما تسيبوش يجوع أو يتعب. اديله اختبارات بسيطة في حياته، امدحه لما يتصرف كويس، اديله حضن واهتمام وحب يومي. النقطة المهمة جدا إن نوبات الغضب مش معناها إن الطفل عنيد ولا مدلل ولا سيء أبدا، معناها إنه بيتعلم إزاي يبقى إنسان. خلاصتنا النهاردة إن نوبة الغضب مش مشكلة، هي رسالة بتقولك أنا محتاج أفهم نفسي ومحتاجك تساعدني ومحتاج وجودك جنبي. لو فهمت الرسالة دي هتتحول نوبات الغضب عند الأطفال من صداع لفرصة تربية حقيقية جيدة بين الطفل وبين أبوه وأمه، ويطلع طفل بصحة نفسية سليمة. ودمتم سالمين.